السيناريو الذي يتخوف منه المغرب هذه الأيام هو أن يتأهل المنتخب الجزائري على حساب نيجيريا نصف النهائي ويلاقي المغرب في حال ما إذا تأهل المغرب ضد الكاميرون. تخيلوا السيناريو أن المنتخب الجزائري يفوز على المنتخب المغربي ويتأهل للنهائي. هذا هو السيناريو الذي يخافه ربما مرعوب منه، وأن المنتخب الجزائري يفوز بالنجمة الثالثة من الأراضي المغربية، وبالتالي هو فاز بالنجمة الثالثة على حساب المنتخب المغربي. لذلك أنتم ترون كل شوه الأنصار، تم تشويه المنتخب الجزائري، تم تشويه حتى اللاعبين وقالوا فيهم ما قالوا. هم يحاولون بطريقة أو أخرى إرباك المنتخب الجزائري وإخراجه من جو المنافسة، ولكن هم ما يعرفوناش نحن كجزائريين. كلما زاد التعنت كلما زاد الإصرار، كلما زادت الضربات كلما زادت الطموحات. هذه عقيدتنا وهذه هي عقليتنا نحن كجزائريين. ثم إنه من باب خلينا نروح من باب التكهنات، أن المنتخب النيجيري واجهناه في 2000 أو في 1990 وجبنا أول كأس إفريقية للجزائر. واجهناه في 2019 وجبنا النجمة الثانية. بإذن الله خلينا نتفائلوا خير أنه لما نواجهوه في 2026 تكون النجمة الثالثة من الأراضي المغربية. سيكون لها آثار على كل حال سلبية كثيرة، رياضية في كرة القدم وحتى اجتماعية، وسيكون رأس الرقراقي الرقراقي هو أول الضحايا. نتمنى الفوز للمنتخب الجزائري باش تعرفوا بأن كل هذه الحملات هم يتمنون 1000 مليون مرة أن المنتخب الجزائري ينهزم أمام نيجيريا. أما بالنسبة لنا نحن كما قال حافظ الراجي، خلاص جبنا رأس المال بعد انتكاستين سابقتين في كأس إفريقيا، خلاص احنا رانا في الفايدة. وبالنسبة لنا كرة القدم هي متعة وهي فرجة تنتهي عند المستطيل الأخضر وانتهى الأمر. ولكن بالنسبة للمغرب رجعوا قضية حياة أو موت، قضية تحكيم، قضية حتى الأنصار، التذاكر المباراة الأولى قلنا معليش، الثانية معليش، الثالثة معليش، الرابعة معليش. أيضا حتى في مباراة نيجيريا يتم وكأنه مخطط لحرمان المنتخب الجزائري من اللاعب رقم 12، وبالتالي